يا صباح السقعة والتكتكة ودخلت الشتا علينا. يعني الجو الأقرب لقلبي بالمنظر الأقرب لقلبي بالغيوم كده بجد. يعني أنا بعشق تصوير الغيوم ومنظر السما، سبحان الله بجد. يعني اللي بيخلي منظر السما كده. النهاردة معنا فيديو جديد. الفيديو النهاردة يوم منتج في حياتي، في حياة طالبة جامعية. النهاردة عملت حاجات كتير جدا 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 بجد. تعبت جدا في الفيديو ده وعملت حاجات كتير، فاللي عايز يتحفز واللي عايز يكمل يحط لايك ويلا بينا نبدأ. هلو، ازيكم؟ معلش بقى طالعه لكم باللحاف بس انا بردانه. النهارده عندنا مذاكره كتيره قوي وانا بقالي كتير ما طلعتش معاكم بوشي كده وانا بذاكر. بس يا جماعه بجد انا الفتره دي مضغوطه جدا عشان عندي امتحانات. فبقالي كتير كمان ما صورتش فيديوهات مذاكره بقى اللي هي الطويله من الفجر بقى وشاركت كل حاجه معاكم. فقلت هعمل الفيديو ده النهارده. فيديو النهارده هيعجبكم لانه فيه تفاصيل كتير جدا وفي حاجات كتير جدا. فهشارككم يومي كطالبة جامعية، والنهاردة يوم منتج في حياتي فعلا لان خلصت حاجات كتير او هخلص حاجات كتير، بس انا متوقعة ان شاء الله ان انا هخلص. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، وتعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الطلبة ويشجعهم ويحفزهم. انا بذاكر وانا تحت اللحاف اهو، بتكتيكة وبذاكر. قوموا ذاكروا، قوموا هاتوا الكتب ويلا. فهنبدأ نذاكر دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه. فيلا بينا نبدأ. طبعا انا عشان افوق يعني لازم كوباية قهوة، فعملت قهوة بلبن كده. شكلها هنا كان مرهق بس هي يعني عشان مكنتش قلبت القهوة حلو، فده كان منظرها بجد. يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها، يعني بحب القهوة الملبن قوي. فقعدت شربتها وبعد كده صليت طبعا علشان يعني اليوم يبقى فيه بركة. وبعد كده دخلت خدت شاور. ازازة الزيت دي قلت بما اني بفيدكوا في كل حاجة ففيدكوا بدي كمان. ده زيت اسمه زيت الياسمين، ده بريحة الياسمين. ده انا بجيبه، ممكن تشتروا الازازة زي دي ازازة كبيرة بتبقى كبيرة جدا تقعد معاك كتير قوي، 300 جنيه. يا اما تجيبي ازازة عادية ب15 جنيه صغيرة كده هتقعد معاكي شهور بجد. دي ممكن تستخدميها ان انت تستخدميها خام كده على جسمك عادي، بتعطري بيها جسمك. هي خفيفة وريحتها ممكن تقعد معاكي باليومين، يعني ريحتها بتفضل موجودة. ولو لابسة هدوم يعني ولابسه وحطاها بتبقى ريحتها في الهدوم، فبجد بتبقى ريحتها حلوة قوي، فهتعجبكم. لو عايزين طريقتها بقى، لو انا بعملها مثلا عندي يبقوا قولولي. بعد كده بقى جيت بقى طلعت كل حاجة بقى كانت عندي ورايا. انا كان ورايا مذاكرة كتير لان انا عندي امتحانات وعندي ابحاث وعندي تقييم وعندي شتات وعندي تكليفات، وبجد حاجة في منتهى الاحزان يعني. فجبت كده النوت بوك وقلت ايه، انا هكتب كل حاجة ورايا النهاردة وهشوف انا هخلصها ولا لا، فربنا يسهل. فيلا بينا نبدأ كده ونشوف اليوم كان بيقول ايه. ده ورق بحث انا كنت جايباه. ده كان نوع تاني. انا كنت يعني انا دلوقتي عشان اغلب الدكاترة عندي في الجامعة طالبين ابحاث، فانا بشتغل على ورق البحث ده كتير. يعني انا ممكن الباكت ده ما يقعدش معايا اسبوعين، لان انا الدكتور كل دكتور بيطلب واحد غير الشتات غير التلخيصات، فما بيقعدش معايا حرفيا. فكنت جايباه الاول ب30، جيت المرة دي جبته ب20، وده خامة احسن ومنظر احسن فجبته ب20 جنيه. بعد كده بقى طلعت. طبعا كان عندي الحمد لله ما كانش عندي ابحاث كتير قوي، يعني اللي هي 15 و20 صفحة، لا كانوا شيتين مطلوبين مني قلت اعملهم، وكنت برضو بكمل حاجاتي لان كان عندي تقييم. فكنت بظبط الدنيا يعني. طبعا كل حاجة عندي على الموبايل يعني. ف... يعني بفتح الموبايل بقى واطلعها علشان نبتدي نشتغل كده، يعني بما يرضي الله. كتابكم وحاجاتكم بقى بتوع ثانوية عامة او بتوع الكلية او يعني اي طالب عنده امتحانات يجيب كتب ويجي يقعد يذاكر معايا. انا بجد كان عندي مذاكرة كتير، غير ان انا الفترة الجاية محتاجة ان انا اقعد. فاكرين بقى اللي هو تحدي ال6 ساعات و8 ساعات، انا بجد محتاجة اقعد اعمل كده، لان انا عندي الفترة الجاية ان انا هقعد الخص 4 5 6 7 فصول. يعني انا عندي مواد حرفيا ما فتحتهاش وهم مخلصين فيها 6 فصول، فانا محتاجة ان انا الم ده قبل الامتحانات يعني. فهنعمل تحديات الفترة الجاية. المهم كده جبت الورق بقى وبدأت ان انا ابتدي كده اظبط الدنيا وانقل. اول حاجة عايزة اقولها لكم، لو انتوا في ثانوية عامة انتوا دلوقتي يعني السنة هتبدأ يعتبر معاكم من السنة دلوقتي، فنصيحتي ليكوا ان انتوا
يعني ذاكروا اول باول ما تراكموش عليكم. بالنسبة للطلبة الاونلاين، عشان في ناس كتير اوي بتسألني طب الاونلاين كويس ولا السنتر؟ بصوا يا جماعة، انا قلتلكوا بقولها لكوا على طول، الاونلاين كويس لو انت شخص ملتزم، يعني الاونلاين كويس والسنتر كويس، هو بيبقى على حسب طبيعة الشخص. يعني هل انت بتعرف تذاكر وتحل وتواظب مع نفسك وكده، فتمام خدها اونلاين. ما بتعرفش ومحتاج رقيب عليك، يبقى انزل سنتر. الفكرة فيك في الاول وفي الاخر. يعني انا عندي الكلية، عندي حضور ايام كتير، بس في حاجات يعني انا بظبط نفسي، اللي هو في ايام انا لو ما روحتش عارفة ان المادة دي سهلة، انا ممكن ان انا اذاكرها، مش محتاجة ان انا اروح لان انا جامعتي بعيدة. فبقعد وحاجة مثلا مش فاهماها بجيب شرحها من على اليوتيوب. فكرة يا جماعة اليوتيوب ما خلاش بجد، يعني ما خلاش حاجة، سواء كلية ثانوية اعدادية ابتدائية، ده الكيجي يا عم على اليوتيوب. فمحدش يقول ده مفيش، لا فيه كل حاجة موجودة. انت بس اللي يعني اسعى وما تكسلش، لا خلص اللي وراك وشوف دنيتك. ما تكسلش وتقول اصل دي صعبة طب هذاكرها بكرة، لا. يعني ما فيش حاجة اسمها هذاكر بكرة، هتذاكر يبقى اقعد ذاكر النهاردة، هات نوتة كده واقعد اكتب زي ما انا ما عملت. انا كنت كاتبة ان انا كان عندي ان انا اخلص شيت اقتصاد وشيت حاسب واشوف البحث، ولو في ورق هكمله، وان انا عندي فيديو همنتجه، وان انا ورايا حاجات في الجامعة هجيبها، وان انا هظبط الدولاب عندي، وهحضر شنطة الكلية والهدوم. فانت اعمل كده او انتي اعملي كده، حضروا، اعملوا لنفسكوا اهداف، حطوا لنفسكوا خطط، اعملوا جدول. عملتوا جدول وما مشيتوش عليه اعملوا غيره، اعملوا بلان بي. يعني انا كنت بعمل كده والله يا جماعة بجد. انا كنت اللي هو ايه، بعمل جدول مثلا انا هعمل كده، طيب وبعد ما اخلصه اجي اعمل حاجة اسمها بلان بي او الخطة التانية، ان انا لو ما عملتش ده طب تمام انا عندي يوم فري، لو انا ما خلصتش الجدول هقعد في اليوم ده هذاكر. انا كنت بعمل كده وما زلت والله يا جماعة. يعني انا عايزه اقولكم ان انا شغالة، باجي من الشغل مثلا لو عندي مذاكرة هذاكرها، لو عندي حاجات هعملها. مفيش حاجة اسمها يعني انا مش قادر انا مش لاحق. يعني انتوا قاعدين في البيت اغلبكم، او اللي بينزل يروح دروس، فانتوا عندكم وقت فراغ كبير يعني. فربنا معاكم يا رب. والله انا بدعيلكوا، بس انا عايزاكوا تتشجعوا وتشدوا حيلكوا. يعني انتوا سواء علمي او ادبي موادكوا صعبة، فربنا معاكم. المهم بقى هنا كنت بكتب الاقتصاد. عايزه اقولكم ان انا على ما خلصت الورقة دي كنت اتكسحت، ان انا بقالي كتير اوي ما بكتبش، يعني مش وقت ان انا اكتب كتير، لان انا يعني قعدت فترة كبيرة ما بكتبش. فان انا اقعد اكتب تاني ملازم ورق، فبجد كان مرهق يعني. بعد كده هبطت بقى يا ولاد، فعملت سندوتشات كبدة كده لزوم القعدة عشان نفوق. بعد كده قلت افصل شوية، فقلت بما اني قاعدة فاقعد اقرأ حبة قرآن كده، يعني لعل ان الواحد ربنا يباركله في يومه. بعد كده بقى كنت خلصت الحمد لله والشكر لله. يعني عايزه اقول لكم ان انا الفيديو ده اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا الفيديو ده متصور على حوالي 3 ساعات او 4 ساعات. يعني انا بدأت فيه بقالي فترة طويلة ومنتجته كله في 9 دقايق. بعد كده بقى جبت النوتة والهايلايت، الحمد لله الحمد لله كنت عملت كل حاجة. هنا بس كنت ايه اللي هو فاضل تحضير شنطة الجامعة، فقلت دي اللي لسه ما حضرتهاش، فدي اللي انا ما عملتهاش، لكن خلصت المواد وكتبت الشيت وعملت مونتاج الفيديو وعملت